قديش المغرب دفعت لنا فلوس احنا صناع المحتوى باش نجيو نصوروا لهنا في المغرب؟ هذا اكثر سؤال ولا تعليق يجينا الايامات هذيا، خاصه الحمد لله بعد انتشار الفيديوهات ونجاح الفيديوهات ما شاء الله، فيديوهات تلقائيه ومشاو في البلايص الكل. ثم للاسف ناس مرضى عمرها ما تصدق اللي ثم صناع محتوى ينجموا يمشوا للبلاد ويصوروا بتلقائيه. واش خص كدفعوا لنا الفلوس؟ واحد يربح دنيا واخره معناتها، يصور فيديوهات يخلص عليهم ويربح معناتها ثواب اللي يقرب الشعوب لبعضها. اكتشفنا مع بعضنا قديش الشعب المغربي يحب تونس ويكرم الضيف ويفرح بالضيف، وزاد توانسه زاد اكتشفوا اللي قديش المغرب مزيانه وفيها شعب ممتاز ويفرح بالبراني. انا شخصيا جيت كل شيء على حسابي، تذاكر المباراه، تذاكر الطايره، قصيت كل شيء على روحي، جوي باهي، نحب نطمنهم من الناس هذوما، كل شيء خلصته وانا، رانا ماخذين حتى فلوس، راهي فيديوهات جات تلقائيه الحمد لله، وان شاء الله ديما القدام باش نبقاو لهنا حتى نهايه كاس افريقيا، باش نصوروا الفيديوهات وباش نشاركوا الشعب المغربي الفرحه نتاعو ان شاء الله كاس افريقيا. نتمنى له بالطبيعه يهز هو كاس افريقيا. نحب نقول للناس اللي تنشر في الاشاعات هذه ردوا بالكم ان الفتنه اشد من القتل. السلام عليكم.